تبدأ قصة فيلمنا بطفل صغير بنعرف إن اسمه موكلي، وكان وقتها موكلي بيجري في الغابة، وعلى الرغم من إنه من البشر بس هو كان عايش في الغابة في وسط الحيوانات بسبب غير معروف. وكان عايش موكلي في وسط النمور والذئاب وكأنه واحد منهم، وبنشوف موكلي وهو بيجري مع أشبال الذئاب وكأن في شيء بيطارده هو والذئاب الصغيرة وعايز كمان يمسكهم. فنط موكلي فوق شجرة بسرعة وبدأ يتحرك ما بين الأشجار عشان الشيء ده ما يقدرش يوصل ليه، لكن فجأة نط موكلي على فرع شجرة ضعيف ووقع من فوقيها واتفاجئ قصاده بنمر أسود بيهجم عليه. بس النمر ده كان طيب ومسالم وبنعرف إن اسمه بغيرة، وكان كل ده مجرد اختبار للذئاب الصغيرة عشان يقدروا يتصرفوا لو في أي خطر قابلهم في المستقبل. وكان موكلي برضه في الاختبار معاهم لأنه في الأساس هو عايش معاهم وبقى واحد منهم. وكانت نتيجة الاختبار في الآخر فشل موكلي لأن في الآخر بغيرة قدر إن هو يمسكه. وخدوا بعد كده بغيرة واتمشوا مع بعض، وقال لي موكلي ان هو كان هينجح في الاختبار اللي عمله له لولا فرع الشجره اللي وقع من فوقيه. وبدا بغيرة يقول له على شويه معلومات ونصايح عشان يعرف بالظبط اي فرع شجره ممكن يستحمل وزنه من اللي ممكن يتكسر وما يستحملوش على طول. وقال لي على حاجات تانية كتير عشان يقدر بعد كده يتصرف زي الذئاب ويعتمد على نفسه وما يبقاش كمان اقل منهم. وبنعرف هنا ان بغيرة هو اللي لقى موكلي لما كان طفل رضيع جوه الغابه، وده بعد ما اكتشف ان باباه ومامته مقتولين، وكان في الوقت ده لوحده. عشان كده قرر بغيرة ان هو ياخده وما يسيبوش، وعشان كمان يقدر يحافظ على حياته خلاه مع قطيع الذئاب ويكبروا كلهم مع بعض. وكمان لان عددهم كان كبير ويقدروا يحموه من اي خطر ممكن يتعرض ليه. بس بنلاحظ هنا ان الذئاب ما كانتش مستريحه لوجود موكلي معاهم، لكن قائد القطيع وبنعرف ان اسمه اكيلا خدوا رباه وسلموه لمراته ركشه عشان تخلي بالها منه. ورغم ان موكلي يخص قائد القطيع لكن برضه ما كانوش مستريحين ليه، وده عشان شكله مختلف عنهم. وهنا بنشوف ركشه بتتكلم مع موكلي لما حست انه زعلان وسالته عن ايه الحاجه اللي مضايقاه، فرد عليها ان هو فشل في اختباره كالعاده وان كل اخواته من الذئاب نجحوا في الاختبار. لكن ركشه فضلت واقفه معاه ودعمته نفسيا. بعد كده بتمر الايام ومع مرور الوقت بتبدا ميه النهر تجف، وده خلى النباتات تتاثر وتموت. وساعتها كانت الغابه بتمر بحاله جفاف شديده جدا، ومع الجفاف اللي حصل ده ظهرت صخره كبيره كانت موجوده في قاع الميه. وكان من ضمن قوانين الغابه ان الصخره دي اسمها صخره السلام، وكان اسمها كده لان كل مره بتظهر في التوقيت ده بتخلي الحيوانات كلها يتحدوا مع بعض وينهوا اي خلافات ما بينهم ويتجمعوا كلهم في مكان واحد ويشربوا من باقي الميه اللي فاضله من النهر. وده كمان عشان محدش فيهم يتاثر بالجفاف اللي مأثر على الغابه، وما كانش فيه اي حيوان يقدر يخالف قوانين الغابه ويعمل مشكله مع حيوان غيره طالما الصخره دي لسه موجوده على السطح. بعد كده بنشوف كل الحيوانات وهم متجمعين ناحيه الصخره وكانوا بيشربوا من الميه اللي فاضله بدون اي مشكله. وكان وقتها موكلي ما كانش عارف يشرب زي باقي الحيوانات، فاستخدم حيله ذكيه وعمل حاجه زي الطبق عشان يقدر يشرب منه. واول لما شافه اكيلا غضب منه وزعق ليه لانه حذره كتير انه ما يستخدمش الطريقه دي نهائي لانه المفروض انه ذئب زيهم ولازم ان هو كمان يتصرف زيهم ويعتمد على نفسه. لكن فجاه ظهر ليهم نمر ضخم وبنعرف ان اسمه شريخان، وده اكتر نمر مرعب وشرير جوه الغابه، وكانت كل الحيوانات بتخاف منه. فدخل في وسطهم وقال لهم ان هو موجود معاهم هنا عشان شم ريحه حد من البشر في وسطهم. وفعلا شاف النمر شريخان موكلي وكان ساعتها واقف مع اكيلا، فرد عليه اكيلا ان موكلي ذئب زيهم ومن ضمن مجموعه القطيع بتاعهم. ففرجهم شريخان عن اصابه كانت تحت عينه وقال لهم ان البشر هم اللي عملوا فيه كده، وان موكلي هيكبر في يوم من الايام وهيبقى شخص بشري خطير جدا وهيهدد البيئه اللي هم عايشين فيها. وده لان من قوانين الغابه ممنوع اي كائن بشري يبقى موجود معاهم في الغابه. فردت عليه ركشه وسمعته ربع وقالت ليه انه ازاي بيتكلم عن القوانين وهو اكتر حيوان بيكسر القوانين وكمان بيقتل الحيوانات جوه الغابه لمجرد التسليه، وطلبت منه يخرج من منطقتهم وما يرجعش مره تاني. فغضب جدا النمر وكان هيعمل مصيبه مع القطيع بالكامل، لكن اكيلا قال له ان هو ما ينفعش يجي لمنطقتهم ويعمل مشاكل خصوصا ان ده وقت السلام. فرد عليه النمر ان هو يحترم قوانين الغابه المفروضه عليهم ومش هيعمل مشاكل عشان صخره السلام. لكن هنا اداهم وعد لما فتره الجفاف تخلص والصخره تختفي تاني هيرجع مره تاني ويخلص على الطفل البشري تحت اي ظرف. بعد كده سابهم ومشي. ومع مرور الايام والشهور بترجع مره تاني الامطار وبيتملي النهر بالميه وفتره الجفاف بتكون انتهت. لكن كان كل اللي شاغل بال قطيع الذئاب في التوقيت ده هو تهديد النمر شريخان ليهم. وكان ملاحظ موكلي ان كل قطيع الذئاب بيفكروا ايه اللي ممكن يعمله النمر شريخان بعد فتره السلام ما تخلص، لانه كان بيتوعد ليهم ان الموضوع مش هيعدي على خير والقطيع كله هيبقى تحت دايره الخطر منه. وحس موكلي وقتها ان الخوف اللي مسيطر على الذئاب ده بسببه هو، فقال لهم ان هو يمشي من الغابه وهيروح يدور على البشر زيه عشان يعيش معاهم، وكمان عشان محدش فيهم يحصل له حاجه بسببه. وفعلا انحاز كل مجموعه الذئاب للفكره وايدوها، بس كانت ركشه معترضه تماما على الفكره لانها كانت
كانت بتعتبره ابنها وما كانتش عايزاه يبعد عنها خالص، فحاولت ان هي تهدي مجموعه الذئاب وتخلي موكلي يغير رايه. لكن في الوقت ده باجيرا قاطع كلامهم وقال لها ان هو اللي جاب موكلي لغايه هنا وان هو اللي لازم يخليه يمشي من هنا. بس دخلت ركشه تاني في الكلام وقالت لهم ان هو ابنها ومش هتسمح بحد انه ياخده منها. بس باجيرا قال لها ان البشر هم اللي هيقدروا يحموه في التوقيت ده، لانهم كلهم مش هيقدروا على غضب شريخان، وهي لو فعلا بتحبه يبقى لازم تسيبه يمشي عشان يروح للبشر. فقال موكلي الركشه ان هو عمره ما هينساها وهيجي على طول يزورها. وفي اليوم التاني بيبدا موكلي يتحرك مع باجيرا عشان يوصله لطريق البشر، وكان في وسط الطريق بيتكلم موكلي مع باجيرا وقال له ان هو اللي دايما كان بيحذره من البشر، وفي الوقت نفسه بيطلب منه ان هو يروح لهم. فرد عليه باجيرا ان الوضع دلوقتي مختلف عن الفتره اللي فاتت. واثناء وهما بيتكلموا لاحظوا مجموعه افيال معديه في وسط الطريق، فنزل باجيرا على الارض وطلب من موكلي ان هو يعمل زيه، لان مجموعه الافيال دي هم اللي اسسوا وعملوا الغابه ولازم كل الكائنات تحترمهم. بعد كده كملوا طريقهم لحد ما وصلوا لارض ضخمه فيها مجموعه جواميس، وفي الوقت اللي هما ماشيين فيه حس باجيرا ان في حاجه مش طبيعيه، فطلب من موكلي ان هو يمشي في اتجاه الشمال وان هو يعرف يلاقيه مره تاني. لكن فجاه ظهر النمر شريخان وبيهجم على موكلي، بس باجيرا منعه في اللحظه الاخيره، فهرب موكلي بسرعه وحاول باجيرا يعطل النمر شريخان، لكن قدر شريخان انه يضرب باجيرا. وهنا كان موكلي بيجري بكل قوته وشريخان وراه بسرعته وكان خلاص هيهجم عليه مره تاني. بس في الوقت اللي الجواميس بتجري فيها من خوفها الشديد خبطت شريخان بالغلط، وبكده يكون النمر بعد عن موكلي. وبنشوف هنا موكلي بينزل جوه وادي، فلاحظ الجواميس بتجري فنط بسرعه على قرن جاموس منهم ونجح في الاخر انه يهرب من شريخان. بعد كده بنشوف الذئبه ركشه وهي بتتكلم مع ذئبه من اولادها، وحاولت ان هي تواسيها لانها كانت زعلانه عشان موكلي ما بقاش موجود معاهم. وفجاه وفي اثناء كلامهم ظهر شريخان وكان غضبان جدا وراح سال اكيلا عن مكان موكلي، وده لانهم ما وقفوش بعضهم مع شريخان وكان المفروض يسلموه موكلي اول لما صخره السلام تختفي تاني. فرد اكيلا عليه وقال له ان هم حلوا المشكله مع موكلي وطلبوا منه انه يخرج بره الغابه وما يرجعش تاني. فرد شريخان عليه وقال له ان هو يعرف يجيبه تاني للغابه بالطريقه بتاعته، وهجم وقتها على اكيلا وقتله على طول. وقال شريخان لمجموعه الذئاب انهم ينشروا خبر موت اكيلا في كل الغابه عشان موكلي لما يعرف بخبر موته يرجع له مره تاني جوه الغابه. وفي اللحظه دي كان موكلي على ظهر الجاموس اللي كان بيجري معاهم، واول لما فاق لقى نفسه في منحدر فوق نهر وكان الطريق خلاص هينهار، فنط موكلي بسرعه من فوق المنحدر ووقع وقتها في النهر. مسك ساعتها في شجره وبدا يتحرك مع الطيار لغايه لما وصل لمكان مخيف ومرعب، وفضل ينده على باجيرا لكن بدون اي فايده. وفي الوقت اللي موكلي لوحده فضل يسمع اصوات غريبه حواليه، وكان مصدر الصوت بنت بتساله ايه اللي هو بيعمله في المكان ده لوحده. فرد عليها موكلي وقال لها انه مستني صاحبه باجيرا، فقالت ليه انها تفضل معاه لغايه لما باجيرا يجي ليه. لكن فجاه ظهرت اناكوندا ضخمه جدا وقالت لموكلي انها تعرف كل حاجه عن حياته، وفضلت تاثر عليه وتلعب بعقله، وكان واضح ان تاثيرها قوي جدا عليه ومخلياه يفضل باصص في عينيها عشان يحكي ليها كل حاجه. وهنا قالت ليه الافعى انهم من بني البشر وعادتهم انهم بيعيشوا في مجموعه قرى او كهوف جوه الغابه، وان البشر دول معاهم مواد قويه جدا وكانت تقصد هنا النار. وقالت لي ان الماده دي تقدر تدمر اي شيء ممكن يقابلها مهما كانت قوه الشيء ده. وحكت لي ان هو لما كان صغير كان موجود مع باباه في كهف جوه الغابه، وفجاه ظهر النمر شريخان وهجم على باباه وقتله. بس قبل ما ابوه يموت ضرب النمر شريخان بالنار في وشه، وده سر الاصابه اللي في وشه، وبسببها هرب على طول من الكهف. وساعتها كان موكلي لوحده لحد ما شافه باجيرا واخده وقتها وراح بيه لقطيع الذئاب. وفي اللحظه دي بتنجح الافعى انها تسيطر على تفكير موكلي، وبسرعه لفت جسمها عليه وهتعصره خلاص عشان تاكله. لكن في اللحظه الاخيره ظهر دب وتصدى للافعى دي وانقذ موكلي في الثواني الاخيره. وعلى طول موكلي بيغمى عليه بعد كل اللي حصل وما حسش باي حاجه بعدها لحد ما فاق مره تاني ولقى الدب قدامه، فخاف منه وفضل يصرخ. بس هنا هداه الدب وعرفه ان هو اللي انقذه من الاناكوندا. وبدا الدب يتعرف عليه وعرفه على نفسه وقال لي ان اسمه بالو، وقال لموكلي وقتها ان هو انقذ حياته ومحتاج منه يرد له الجميل. فساله موكلي ازاي هيرد ليه الجميل، فخدوا بالو على جبل ارتفاعه كبير جدا وشرح ليه ان في قمه الجبل فيه خليه نحل وجواها عسل كتير، وهو كان عايزه يطلع ويجيب لي العسل من فوق. بس موكلي وقتها رفض لانها مغامره خطيره، لكن بالو فضل يتحايل عليه وقال له ان هو يبقى في فتره بيات شتوي وبدون العسل ده ممكن يموت من الجوع. فتاثر ساعتها موكلي وقرر ان هو يساعده، وبدا موكلي يستخدم الذكاء بتاعه وفضل يجمع اغصان واغراض تانية كتير، وكان الهدف انه يصنع حبل عشان يساعده في مهمته. وفعلا نجح موكلي انه يطلع فوق الجبل وربط الحبل فوق شجره وتعلق بيه، وفضل يوقع العسل للدب من فوق عشان ياكله. لكن كان وقتها النحل بيقرصه، ولما نزل من فوق قال للدب ان الكائنات اللي فوق هجمت عليه وهو دلوقتي حاسس بحاجه غريبه جدا.
فرد عليه بالو وقال له ان هو ممكن يحط عسل على مكان الهجمات بتاعه النحل، وقال له كمان ان هو خلاص رد ليه الدين بتاعه. وكان موكلي وقتها عايز يمشي، لكن بالو كان بيحاول يقنعه ان هو يفضل معاه، وطبعا بالو بيدور على مصلحته عشان يفضل على طول يجيب لي عسل من فوق. بس هنا موكلي قال له ان هو مش هيقدر يفضل في الغابه لان في نمر بيطارده ومش هيستريح النمر ده غير لما يقتله، وان هو لازم يرجع لقريه البشر. فقال لي بالو ان هو بنفسه هياخده لقريه البشر، وفعلا طلعوا الاتنين في رحله مع بعض لحد ما وصلوا لمكان مرتفع وقريب من المكان اللي موجودين فيه البشر. وفرجوا وقتها بالو على البشر من بعيد، وكانوا ساعتها اهل القريه مولعين نار. وقال لي بالو ان الشيء اللي لونه احمر ده، وكان يقصد هنا النار، ما يقربش منها خالص لانها خطر جدا، ولو انتشرت اكتر هيبقى في خطر حقيقي على حياته. وقال لي كمان ان هو كان مبسوط بيه جدا لما طلع فوق الجبل وجاب لي العسل بكل سهوله، لانه كان بقاله فتره كبيره بيحاول يوصل للعسل بس ما كانش عارف، وعشان كده طلب بالو منه ان هو يفضل يساعده ويجيب لي العسل. وقال لي ان هو خلاص كده عرف طريق القريه اللي موجوده فيها البشر، ويقدر كمان يروح هناك في الوقت اللي هو عايزه. فاقتنع موكلي ووافق ان هو يكون مع بالو ويساعده كمان عشان يجيب العسل. بس هنا فهمه موكلي ان هو مش هيفضل معاه على طول، بس لغايه لما موسم الشتاء يجي تاني. فوافق بالو على كلام موكلي. وفي اليوم التاني بيكمل موكلي ويشتغل في الحاجات اللي هو بيعملها، وبتساعده في تجميع العسل بكميات كبيره، وفي نفس الوقت عشان يحمي كمان نفسه من لدغات النحل. وبعد كده قضوا الاتنين وقت جميل مع بعض، ونزلوا كمان يعوموا في الميه، وكانوا وقتها مبسوطين جدا. ومن هنا بدات علاقه صداقه قويه ما بينهم. لكن فجاه ظهر باجيرا قدامهم، وكان بيدور على موكلي من ساعه ما سابوا بعض. فجري عليه موكلي بسرعه وحضنه، وحكى ليه عن كل حاجه حصلت له، وعرفه كمان بالدب بالو، وقال له ان هو انقذ حياته من الموت. وقال له كمان انه كان بيجمع عسل لبالو، وخد باجيرا عشان يفرجوا على كميه العسل، وان هو استخدم الاساليب والطرق بتاعته اللي هي بتاعه البشر في جمع الكميه الكبيره دي كلها. فتعصب على طول باجيرا عليه، لانهم كانوا دايما بيحذروه هو واكيلا من استخدام الاساليب دي، وبعد كل ده بيقول له ان هو لسه بيستخدمها. فبداوا الاتنين يتناقشوا مع بعض، وده عشان موكلي لسه مش عايز يروح عند البشر، وكان باجيرا عنده رغبه ان هو يوصله لهناك، لحد ما اتدخل بالو ما بينهم وطلب ان هم يناموا عنده في الكهف، وبكره الصبح يشوفوا الموضوع ده. فوافق موكلي وباجيرا على الاقتراح ده. واول لما الدنيا ليلت صحي موكلي على صوت حركات الافيال، وراح يشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. وفهم وقتها ان في مشكله معاهم، لانهم واقفين جنب حفره وكانوا بيعملوا اصوات وهم غضبانين. فرجع موكلي مره تاني للكهف، وجاب الادوات والاحبال اللي هو عملها، وراح لمكان الحفره، واكتشف وقتها ان في فيل صغير واقع جواها، ونجح ان هو يطلعه باستخدام الاحبال بتاعته، وقدر ينقذ حياته. وكان بالو وباجيرا شايفين المشهد من بعيد، وكانوا مبهورين جدا بموكلي وفخورين بيه. فطلب وقتها بالو من باجيرا ان هو يسيب موكلي ويخليه يختار المكان اللي يستريح فيه. فوضح باجيرا لبالو ان النمر شريخان اخطر كائن في الغابه، وان هو مركز مع موكلي ومش هيهدى ولا يرتاح لي بال غير لما يقتله. فرد عليه بالو ان هو ممكن يقنع موكلي يرجع لقطيع الذئاب، وان اكيلا قائد القطيع هيقدر يحمي موكلي من النمر شريخان. فصدم باجيرا بالو وقال له ان اكيلا مات، وهو مش عايز يقول حاجه لموكلي ويضايقه، وان السبب ده يخليه يعند اكتر ويصمم ان هو ما يخرجش من الغابه. ففهم بالو هنا ان مفيش حلول تانية الا ان موكلي يرجع مره تاني للبشر، لانهم فعلا اللي هيقدروا يحموه من قوه شريخان. وفي اللحظه دي راح بالو لموكلي وقال له ان هم مش اصدقاء، وطلب منه ما يقعدش معاه تاني ولا يجيب لي عسل مره تاني، ولازم يمشي دلوقتي. وكان بيحاول بكل الطرق يضايق موكلي عشان يخليه يمشي. فنجحت خطته انه يضايقه، فمشي بسرعه موكلي، وكان مصدوم ومش مصدق اللي بالو قاله ليه. فراح طلع فوق شجره ارتفاعها كبير وبعد كتير عنهم. بس فجاه ظهر قرد الموكلي وفضل يضايق فيه لحد ما اتجمعوا عليه مجموعه قرود تانية وخطفوه وهربوا بيه. واول لما بالو وباجيرا شافوا اللي حصل طلعوا يجروا ورا القرود، لغايه لما شافوا القرود طالعين بموكلي فوق جبل كبير جدا. فقرروا ان هم يطلعوا وراهم عشان ينقذوه. لكن بنشوف هنا القرود بيودوا موكلي لمكان غريب موجود فوق الجبل، وكان المكان ده مليان فاكهه كتير جدا. وفجاه ظهر لموكلي كائن غريب ومد ليه ايده عشان يخليه ياكل من الفواكه دي. فانصدم وقتها موكلي لما شاف الكائن ده. وهنا قدم الكائن ده نفسه لموكلي وقال له ان هو قائد القرود، وان هو كمان عارف كل حاجه عنه، وعارف كمان مشكلته مع النمر شريخان، وعارف ان موكلي محتاج حد يدافع عنه ويحميه من شريخان. فعرض عليه ان هو يحميه من النمر شريخان، وده طبعا في مقابل انه يجيب ليه الزهره الحمراء. وكان يقصد هنا النار عشان يقدر يسيطر على الغابه كلها ويحكمها. وفضل يحكي لموكلي الحياه الكريمه اللي هو هيعيشه فيها لو جاب لي الزهره الحمراء. وقال لي كمان ان هو مش هيسمح باي حد انه يتعرض ليه، وهيجيب لي احسن اكل وكل حاجه هو يطلبها. وهنا دخل بالو في الحوار واتكلم مع ملك القرود، وفضل يلغيهم عشان يشغلهم وما يركزوش مع موكلي. وفي اللحظه دي ظهر باجيرا من بعيد ونده على موكلي، وفعلا اتحرك موكلي ليه بالراحه من غير ما اي حد يحس بيهم. بس في التوقيت ده في قرد من المجموعه لمحهم بالصدفه، وبلغ على طول باقي زمايله ان موكلي بيحاول يهرب. فامر ملك القرود وكل المجموعه انهم يروحوا وراه. وكمان طلع ملك القرود بنفسه
نفسه عشان يدور على موكلي ويمسكه، بس وقتها اتصدر ليهم بالو وباجيرا عشان يعطلوا القرود ويوقفوهم لحد ما موكلي يهرب. لكن ساعتها موكلي اتفاجئ بملك القرود واقف قصاده وقال له ان مفيش اي مكان ممكن يروح ليه ولا اي حد هيقدر يحميه منه، فرد عليه موكلي ان هو يرجع لاكيلا ويحميه كمان منه. لكن هنا ملك القرود قال له ان شريخان قتل اكيلا، فاتصدم موكلي لما سمع الخبر وحاول بسرعه يهرب منه، وفضل ملك القرود يجري وراه لغايه لما مبنى وقع عليه، فاتحركت بسرعه كل القرود عشان تنقذ الملك بتاعهم ويطلعوه من تحت المبنى. اما موكلي ساعتها كان واقف على جذع شجره وبيتكلم مع بالو وباجيرا وسالهم عن خبر موت اكيلا اذا كان كذب ولا حقيقه، فاتاكد وقتها من موت اكيلا وفهم ان هم كانوا عارفين، فزعل جدا ان محدش فيهم قال له حاجه، وكان وقتها غضبان جدا، فقرر ان هو ينتقم لاكيلا ويقتل شريخان. بعد كده سابهم على طول ومشي للمكان اللي موجود فيه البشر عشان يجيب الزهره الحمراء ويخلص على شريخان. فشاف وقتها موكلي شعله نار فخدها وجري بيها ناحيه الغابه، وفي الوقت اللي هو بيجري فيه وقعت منه شراره نار من الشعله دي في الغابه وبدات تمسك النار في كل حاجه، وهو ما كانش واخد باله وهو بيجري. وكانت معظم الحيوانات عرفوا ان الزهره الحمراء موجوده جوه الغابه، وبسبب الموضوع ده بتتوتر كل الحيوانات، وده خلاهم يجروا على طول واتجمعوا كلهم عند النهر. ووقتها وصل كمان موكلي عند النهر وفضل ينادي على شريخان وتحداه وقال ليه بصوت عالي ان هو مش خايف منه وان جميع الحيوانات مش خايفه منه. وهنا ظهر على طول شريخان وقال لموكلي ان فعلا الحيوانات مش خايفه، بس هنا كانوا خايفين من حد تاني. وفجاه بص موكلي وراه واتفاجئ ان الغابه كلها ولعت بسبب الشعله اللي ماسكها في ايده، ولاحظ ان جميع الحيوانات خايفين منه هو، وبداوا وقتها يبعدوا عن موكلي. فقرر موكلي يثبت ليهم انه مش عدوهم ولا هيعمل لهم اي حاجه، فرمى بسرعه شعله النار في الميه، وبكده موكلي ما كانش معاه اي وسيله يدافع بيها عن نفسه. ووقتها النمر شريخان سخر منه وقال له ان ده اغبى شخص شافه في حياته، وساعتها بدا شريخان يتحرك ناحيه موكلي عشان يقتله. لكن اتفاجئ ان بالو وباجيرا وكل مجموعه الذئاب بيستعدوا عشان يدافعوا عن موكلي، فقرر شريخان يهجم عليهم كلهم، وبداوا كلهم يهجموا على بعض. وساعتها راح موكلي معاهم عشان يهجم على شريخان، لكن بسرعه وقفوا باجيرا وطلب منه يستخدم الاساليب بتاعته وما يخشش مع الذئاب في العركه دي. وفعلا جت لموكلي فكره وجري ناحيه الغابه اللي كانت والعه بالنار، وكان شريخان شايفه وهو رايح هناك، ففضل شريخان يضرب في الذئاب عشان يلحق موكلي ويقتله. بس هنا باجيرا جري وراه ومسكه قبل ما يلحق موكلي، ودارت ما بينهم معركه قويه جدا، وقدر في لحظتها شريخان يهزم باجيرا وكان خلاص هيقضي عليه. لكن في اللحظه الاخيره بتهجم عليه الذئاب وقدروا ينقذوا باجيرا، وكان وقتها لسه شريخان بيقاوم الذئاب، فنجح انه يبعدهم عنه وراح بسرعه ورا موكلي. وكان في اللحظه دي بيحضر موكلي مفاجاه جميله لشريخان، فشافه جاي بسرعه ناحيته عشان يهجم عليه، فاستدرجه موكلي لغايه لما خلاه يطلع وراه فوق جذع شجره ضعيف، وبسرعه نط شريخان على موكلي. لكن وقتها نجح موكلي انه ينزل من فوق الشجره وخلى شريخان ينط على جذع الشجره الضعيف، فاتكسر على طول جذع الشجره ووقع على طول شريخان في النار اللي ولعه ومات على طول. وهنا بنشوف موكلي راجع لاصدقائه وكان راكب على ظهر فيل، وخلى ساعتها الافيال تغير اتجاه مجرى الميه عشان تروح ناحيه الغابه وتطفي النار اللي ولع فيها، وبكده كل حاجه ترجع لطبيعتها والسلام بيرجع مره تاني ما بين الحيوانات. بعد كده بنشوف موكلي بيرجع لحياته الطبيعيه مع اصحابه في الغابه، وقرر في النهايه يعيش مع الحيوانات وما يروحش لقريه البشر. وبكده يخلص فيلمنا النهارده.